بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت من قريب مقالة بعنوان يوسف علاونة ستخرج من الجب ملكا، أشير فيها إلى المضايقات والحرب المستعرة على الزميل والأخ يوسف علاونة الذي نذر نفسه للقضية العربية وخسر الكثير في نذره نفسه لهذه القضية. يوسف علاونة صحفي فلسطيني مقيم في الكويت ربما منذ 40 عاما أو أكثر، تعرض لمضايقات في الكويت وأبعد لأنه حارب التمدد الإيراني في المنطقة، وبعد عاصفة الحزم اتخذ سبيلا يكرهه أحباب المجوس وإيران وأحباب التوسع الإيراني في المنطقة. يتكلم يوسف علاونة مثلا عن حسن نصر الله فيحاربه كثيرون في الكويت وفي السعودية وفي البحرين. يتكلم عن ملالي إيران فتثور ثائرة أتباعهم عندنا في المنطقة. يتكلم عن مخيمات العبدلي فيقوم البعض سواء من الطرف الشيعي أو من بعض من يحاول أن يسيء إلى يوسف علاونة ويظهره بمظهر المرتزق الذي يتكسب على قضايا العرب والمسلمين. يوسف علاونة نعرفه نحن في الكويت، وزاملته أنا وزمله كثيرون من الزملاء لسنوات عديدة، ونعرف من هو يوسف علاونة، ونعرف يعني توجهاته، ونعرف نفسيته، نعرف عنه الشيء الكثير. زاملناه في العمل الصحفي وفي رحلات أيضا متعلقة بالعمل الصحفي. الذي لا يعرف يوسف علاونة، يوسف علاونة رجل صالح في ذاته، رجل مصلي ولا نزكي على الله أحدا، رجل استشعر الخطر الداهم الذي يترصد الأمة ويتربص بها، وعرف أن هذا الخطر قادم من الشرق، قادم من ملالي إيران، من أتباعهم الذين يسكنون في الخليج مثلا، ويسكنون في لبنان، ويسكنون في مناطق أخرى، ولكنهم يتبعون ملاليهم في إيران، في قم وفي غيرها من الأماكن التي يسمونها مقدسة، وهي بعيدة بعد السماء عن الأرض عن القداسة. ربما كان يوسف علاونة عنيفا ويستخدم أحيانا ألفاظا أنصحه أنا عنها وربما ينصحه غيري، لكنه في حقيقة الأمر هذا الرجل الآن سلاح في وجه المجوس وفي وجه الذين يحاولون تدمير المنطقة وتدمير الدين الإسلامي. يوسف علاونة يرى أن قيادة المسلمين الآن هي قيادة سعودية، وأن الملك الحازم سلمان بن عبد العزيز هو القائد لهذه الأمة في هذا الزمن. لا يرضى أو يعني يتصدى لكل محاولة
لتدمير هذه القوة التي صعدت، ويرى أن كل مسلم عليه وجوب الدفاع عن المملكة العربية السعودية. هو أمانة الله لمن يعرفه، وأنا أعرفه شخصيا. خسر الكثير، أبعد من الكويت بسبب مواقفه، ولو يعني تراجع عنها أو حاول أن يستميل ويسترضي أتباع إيران من الشيعة عندنا في الكويت، لربما حصل على عفو وعاد لوظيفته. كان مرتاحا هنا، كان مرتاحا في الكويت، قريب على الأقل، قريب من أبنائه، قريب من أصدقائه، قريب من زملائه، في وظيفته، يمشي راتبه وهو ياخذ راتب جيد في العمل الصحفي. الآن أصبح وحيدا منقطعا عن أهله وأصدقائه ومقيما في الأردن، ولكنه ما زال ينافح ويكافح ضد هذا التمدد المجوسي. المشكلة أنه خرج أناس من أبناء السنة ومن يدعون السلفية، الآن وقفوا ضد يوسف علاونة واتهموه بالارتزاق، وقالوا ما قال فيه بعض الروافض من أنه يسب معاوية. ومتى كنتم تحبون معاوية أنتم أيها الروافض؟ وبعض الحاسدين له، يعني الذين يحاولون أو يرون أنه أخذ موقعهم في لأنهم كانوا يدعون الدفاع عن الدفاع عن السنة والتصدي للتمدد الشيعي في المنطقة. يوسف علاونة لا يعني هؤلاء ولا هؤلاء. يوسف علاونة الآن يقوم بدور مهم جدا جدا، نسأل الله أن يعينه عليه وأن يصد عنه هؤلاء المتربصين به الحاسدين الحاقدين عليه وعلى الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.